اليوم درت هاد الفيديو هذا على قبل كيفية ترويج حساب البنكي. هاد الكلمة ديال الترويج كنقولوا على الناس اللي عندهم روجيستر كوميرس والمقاول الذاتي. اما الناس اللي خدامين في شركات وموظفين وداك الشيء كنقولوا عليهم موفمون. دابا ندوزو الناس اللي عندهم السجل التجاري والمقاول الذاتي. هاد الناس هادو كيحتاجوا دفع الشيكات، حيت هو خاصو يكون مروج الكونت ديالو مزيان. مثلا انت باغي تمشي تشري شي سلعه، باغي تمشي تشريها من عنده، ولكن ملي تبغي تخلصها ما تعطيش الكاش، غتعمر ليه شي شيك. مثلا انت شاري سلعه ب 2500 درهم ولا 3500 درهم، عمر ليه شيك بالثمن وعطيه ليه، هو يمشي يدفعو في الحساب ديالو ولي يدفعو ديك الساعه باش ياخدو كاش. بحال ما هكا ديما بحال ما هكا، ودخل خرج وما ديرش هداك الشيء مفروش، فهمتي؟ باش ما يشكوش فيك. وتكون عندك شي 3 ولا 4 تكون حاطه في الكونت. من بعد انت مثلا باغي تدفع في شهر 5 مثلا، خاصك الرولوف يدير شهر 4 و3 و2. انت مثلا ملي تبغي تحط الفلوس تحطهم في شهر 1 باش ما يبانوش ياك، حيت انت الرولوف غتجيب ليهم في شهر 2 و3 و4 وانت غتدفع في 5. اذا شهر 1 ما غيبانش فيه هذيك الفلوس اللي حطيتي في الاول. بحال ما هكا هي الطريقه. اما الناس ديال القطاع الخاص الموظفين واللي خدامين في الشركه حتى هما يحطوا، ولكن ما يحطش شي مبلغ مالي كثير، يحط 2 المليون شي 3 صافي. هادي حتى هو يحطها قبل ما يبدا. مثلا هو باغي يدفع حتى هو في شهر 5 4 3 2، انت غتمشي تحطها في شهر 1. شهر 1 غتحطها فيه وغتبدا الترويج بجوج وثلاثة وربعة وخمسة، تمشي تدفع ان شاء الله. هذه هي الطريقة كيفاش تروج. صحاب القطاع الخاص والموظفين راه عندهم قضية سهلة، ما محتاجش شي ترويج بزاف، يجبد دا شوية الفلوس ومرة يخلص بلاكار في ستاسيون وفرماسيان سوبر مارشيات الكبار، ويخلص ابونموات اللي عنده والماء والضو، هذا من خلال لابليكاسيون ديال البنكة. وتا صحاب الروجيستر كوميرس تا هما يخلصوا بحال ما هكا، ولكن هادو زايدين كيتعاملوا بالشيكاش. اما الناس ديال القطاع الخاص ما يتعاملش بالشيكاش، حيت هو خدام بالاجره ما محتاجش شيك، ماشي بحال الاخر خدام حر خاصو ضروري يتعامل بالشيكات البيع والشراء. اما نتوما اللي خدامين في شركات كتخلصوا بالاجره ما محتاجش تعامل بالشيك. نتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو والشرح مزيان. الا ما فهمتيش شي حاجه خليها لي في التعليقات، راه كنجاوب كلشي، ولا على الباج ديالي خالد بيتشو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.